حقيقة أنا شفت مهبلة من الزمان، لكن ما قد شفت مهبلة من ذولي اللي يسعى مفجر نفسه. هذا مرة الصراحة مرة لا عقل ولا رشد. هالحين يا الخبل خلقي تم اللايش. هالحين يوم تفجر نفسك ما تدري إنك أول واحد إن يموت، والواحد اللي والرجال اللي مات ما عاد يرفع لها العمل خلاص. هذولك اللي يموتوا، هذولك اللي يتفجرون معك يموتون عقبك، أنت أول واحد يموت، والميت لا يرفع له أي عمل. فكيف تظن أنك وتفرض نفسك على الله أنك مجاهد؟ الله تخشى يا خسيس، الله تخشى يا خسيس. ليس أنت بالذي تفرض نفسك على ربك وتكون أنك مجاهد، إنما الرب هو الذي يجتبي من يشاء، وهو ذو الفضل العظيم يؤتيه من يشاء من عباده. أما أنت يا الخنسيس يا الدنفيس تكونك شهيد، بصمت شهيد، طلعت ما عنده من الغيب، وهو القائل يقول ولا يعلم ما عندي غيري. تجاهدون لمن تجاهدون؟ للإسلام؟ كذاب، الإسلام بريء منكم. أخبر عنكم النبي يا مجاهدين الفسق، يا مجاهدين الخزي، يا مجاهدين الضلال، يا مجاهدين الكفر. أخبر عنكم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذهبن الأيام والليالي حتى يأتون قوما على الناس شديدين في أحكامهم وأقوالهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وأخبر عيسى بن مريم عنكم قال يأتون قوم على الناس بقلوب الذئابة وجلود الضان، يأتيك من الخارج وكلامه ومنظره تقول يا معهلا، وهو من داخل كافر مليء. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في كتابه في سورة الرعد ولقد خلت فيهم المثلات الأولى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذهبن الأيام والليالي حتى يخطب المثلات على المنابر. في حديث آخر المثلات هم الشباب من سن 18 لحول 35 التزم اليوم، والصبح لا أنا جاينا على المنبر يحدث قال الله وقال رسوله على الملازم يا رجال إني شت رجال منهم. قلت هل لي أنا أسأل سؤال أستطيع أن أعرف من هو ربك وأين هو وكيف عرفت؟ قال ما يدي تسأل هذا السؤال للعلماء. حاجة ما أنت عبدها يا الله، ما أنت عبد أنت يوم أنت تجاهد وتروح تفجر خلق الله. لا منين الله يقول من قتل نفسا كم من قتل الناس أجمعين، ما أخص لا كافر ولا مؤمن ولا عربي ولا عجمي، عم الناس. يقول من قتل نفسا كم من قتل الناس أجمعين، ومن أحيا نفسا كمن أحيا الناس أجمعين. حظ أولئك الذين يعملون في فرق الإنقاذ في الدفاع المدني وفي فرق الإنقاذ جميعهم، حظهم يوم يحيون الأنفس. هؤلاء الرجال الذين امتدحهم الله في كتابه. ومن أحيا نفسا إنهم ينقذون الناس ويرضون الله. هؤلاء الناس الذين ذكروا في كتاب الله أكرموهم وأحبوهم. من أحيا نفسا كمن أحيا الناس أجمعين. مو بالضال ذاك الملعب وحده ياكل اللي يسعى متطرطع نفسه. الميت إذا مات قبل أن يموت يطوف طائف في الأرض والسماوات هل لا يزال له خطوة فيخطوها، لا يزال له مطعما فيطعمه، هل لا يزال له منفسا فينفسه، هل لا يزال له عملا فيعمله. فعندما يجد أنه قد طوي سجل فتغادر الروح البدن وهي تسبح ربها فلا يرفع له أي عمل. لو أتي يوم القيامة وقالوا يا رب إن عبدك هذا قتلنا، قال كيف أن يقتلكم وهو في كشف الموتى ميت قبلكم؟ فمن يكون القاتل؟ يكون القاتل هو أول ذاك الظاهر المدري هو نوبل المدري منه أول من ابتكر المتفجر. من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة فله على آثارهم يهرعون. نقول لا تفجروا أنفسكم يا أخبار العالم ولا تظهرون على ملوككم، إن الله الذي أعطاهم الملك. الله ينظر إلى الخلق فينظر صفوة خلقه فينتخبهم رؤساء عليهم. إن هؤلاء الناس الذين منتخبين من الله هم خيارنا، ليس فينا أحد أحسن منهم.
ريحوا بدمكم. إن الله هو الذي يعطي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. أتظنون أنكم تفرضون أحكاما على الله؟ لا والله، لا والله. عودوا لرشدكم يا أخباث العمل، عودوا والله إنكم خباث عمل صدق، عمل خبيث، عمل باطل. كيف تغيرون على آمنين؟ أولا صغرتوا على ضعيف مسكين يكب على برعانه في نجدته، يمن الخائفين ذبحتوه، الله يذبحكم والله يعذبكم. غرتوا على المساكين في القطيف رايحين يطلبون ربهم فجرتوهم. علمتم أهم عند الله أفضل أم أسوأ؟ لا تعلمون شيء. لا تعدون حدودكم وتهجمون وتتهجمون على حدود الله. يقول الله لا تزكوا أنفسكم، هو يزكيكم وهو أعلم بمن ضل وهو أعلم بالمهتدي. ما منا أحد يعلم وهو على ضلالة أم على هدى، لا أحد يعلم. اتركوا الناس في حالها، الله الذي سيحاسبها. الله يقول ينهى نبيه، يقول أنت تكره الناس ليؤمنوا، يعني لا تكره الأمر الذي مفروض في الدعوة. يقول ذكر بالقرآن من يخاف وعيد، بس ما قال حارب ولا قال طعن ولا قال فجر ولا قال خوف. يقول نهى، يقول أنت خوف الناس اللي كي يؤمنوا، ما منو تخوفه أبدا. ذكره اقرأ عليه الآيات. إن اهتدى فلنفسه وإن ضل فعليها، كما ورد في القرآن. قال إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. كيف تطيع المارد الكذاب وهو يقول لك شهيد؟ يا جماعة لو أنها شهادة يجمع حتى الملوك بتفجر انفجار، كل يبغى الشهادة عند الله وكل يبغى يكون شهيد عنده، لكن الله يجتبي إليه من يشاء.